مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل طرايف المانجا، حاجه حلوه قوي جميله وبارده. تعالوا نشوف طريقتها عامله ازاي. هي بدون كريمه او حليب مكثف، مقاديرها بسيطه. احنا هنحتاج معانا الاول كيك فانيليا. طبعا متوفر عندي كيك او تقدري تعمليه في البيت مفيش مشكله. حبيتي تشتريه جاهز زي ما انا عملت استسهلت شويه، هتقدري تشتريه زي ما انا عملت كده وتقطعيه بالشكل اللي انا هقطعه ده. لو حبيتي تعملي كيكه في البيت هقولك على مقاديرها وتعمليها. هي كيكه فانيليا، هتعملي 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، 180 جرام سكر، 4 معالق كبيره ماء ساخن، 45 جرام زبده، 8 جرام بيكنج باودر، 140 جرام دقيق فاخر، 40 جرام نشا، 7 جرام فانيليا. دي طريقه الكيكه لو حبيتي تعمليها في البيت. دلوقتي انا معايا كريم جانتيه ومعايا اللبن. ايوه، هضيف الباكت الكريم جانتيه مع كوبايه لبن ساقعه. اهم حاجه يكون ساقع جدا لان درجه الحراره عاليه قوي. مش عايزه اقول لكم ان الكريم جانتيه ما كانش عايز يمسك مني يعني، وبدخله الفريزر واخرجه يعني فين وفين لما تماسك معايا عشان اعرف احطه في القرطاس بتاع التزيين. هنرص الكيك بالشكل ده في اي بوله عندنا كده تكون واسعه شويه، زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي معايا سيرم مانجا، ده عصير وانا ضربته، ممكن تشتريه جاهز او تعمليه برضو في البيت وترشي منه على الكيك، تسقي بيه الكيك كده بعصير المانجا. وتحطي بقى الفاكهه المتوفره عندك، قطع مانجا، عنب، كريز، اي حاجه، برقو، الفاكهه المتوفره عندك. وبعد كده نغطيها بطبقه الكريم جانتيه بالشكل الجميل ده. هي سهله جدا وبسيطه وحلوه قوي زي ما انتم شايفين. هنرص كمان طبقه من الكيك ونغطيها بالسيرم بتاع المانجا بالشكل ده، نسقسقها بيه. ايوه كده. ونحط كمان طبقه فاكهه. ايوه كده. وشويه مانجا كده عليها من فوق انا مقطعاهم قطع. وننزل بطبقه الكريم جانتيه باي شكل يعني انت تحبي تعمليه. شكل التزيين ده بيرجعلك. ايوه كده. شكلي بقى واعملي الشكل اللي يعجبك بالقرطاس التزيين. بص، انا كانت سايحه معايا جدا يعني، برغم ان انا ما زودتش السوائل بتاعتها، ولكن الجو حر جدا وشده الحراره خلت الكريم جانتيه معايا مش ماسك نفسه خالص. دلوقتي ترص الفاكهه بالشكل ده، جميله جميله، هتعجبكم، جربوها. دلوقتي معايا بولات وفاض معايا كيك، فقلت اعملها فيها. برضو هننزل بطبقة الكيك ونديها السيرم وعليها الفاكهة، وبعدين طبقة كريم جانتيه من فوق. ايوه كده.